نهار عادي في مدينة بيترسبرغ، واحد الراجل كيشد بلاصة في الباركينغ وكيهز بندقية كيقتل 5 ديال الأبرياء بدم بارد. البوليس كتجمع الأدلة وكطيح عليهم على واحد سميتو جيمس بار، قناص عسكري سابق. كيعتقلوه ولكن بار كيسجل كلمة وحدة: جيبو جاك ريتشر. جاك ريتشر جندي سابق، ما عندوش عنوان وما عندوش هاتف، غير كيظهر ملي كيكون ظلام، يسمع بالقضية في الأخبار وكيجي للمدينة بوحدو. يجمعوا المحامية هيلين اللي كتآمن بأن بار مظلوم. ريتشر كيبدا يقلب في القضية وكيكتشف أن الأدلة ما داخلاش مع بعضها. الطريقة اللي تيرى بها القاتل مختلفة بزاف على أسلوب بار، ومن هنا كيبان أن شي حد حبك المؤامرة، والمؤامرة كبيرة بزاف. شركات بناء، مافيا روسية، ورجال شرطة فاسدين كيخطفوا هيلين باش يسكتوه. ريتشر ما كيساليش، كيمشي للوقر ديال العصابة، كيسالي مع كل واحد وكيشوفو قدامه وكيواجه زعيمهم دازاك. القضية كتصفى، هيلين كترجع بخير وبار كيرجع ليه الوعي، ما فكر في والو ولكن باين عليه الندم. وفي اللقطة الأخيرة ريتشر راكب في الحافلة وكيشوف المشاكل ديال العالم وهو مستعد يدخل في معركة جاية بلا ما يفكر.